وبعد كده رجعي الدورة تاني، وهيبقى معاكي الغسيل نظيف وحلو. وانت حاولي مثلا لو عندك اطفالك بيوقعوا مثلا اكل او حاجه على الملابس بتاعتهم وبتحطيها في الغساله، اكيد البقعه بتفضل زي ما هي. اعملي ايه بقى قبل ما تحطيها في الغساله؟ على الحوض كده اي مثلا تيشيرت شورت عليه بقعه، بالصابونه بريحه وميه كده، ومشي الصابونه على البقعه دي، وسيبيها مثلا 5 دقايق 10 دقايق اللبس على جنب في طبق. وبعد كده بقى حطيه في الغسالة يتغسل مع الهدوم. بصي القطعة دي اللي انت نقعتيها بالصابونة، هتلاقي ما فيهاش اي بقع خالص. لا بتكون خلاص اتغسلت. انا بعمل كده، انا لما بحس ان جانا بوظت حاجة في الهدوم بعمل كده، بغسلها الاول بصابونة بريحة وبركنها شوية، وبعد كده بحطها مع اللبس في الغسالة. شايفين ازعاج جنى عمالة تعمل اصوات برا وعايزة تدخل لي الأوضة، بس ايه، احمد بيحاول يتحكم فيها برا. خلصت المطبخ خالص بقى معاكم، لمعت كل حاجة، المطبخ،